طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. وزارة الخارجية تناقش خطة عمل للعام 2026. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إقليمي القاشبركة وعنسبة. دعوة لمزارعي القاشبركة لزراعة البطاطا المختارة على نطاق واسع. قرارات عنيفة على طهران وترامب يدعو الحرس الثوري للاستسلام. روسيا تلوح بوقف امدادات الغاز إلى أوروبا فورا. الصين تكشف عن أولوياتها للسنوات الخمس المقبلة في مؤتمر وطني. عقدت وزارة الخارجية اجتماعا في المكتب المركزي في الفترة من 26 من فبراير إلى 3 من مارس للعام 2026 لمناقشة خطة العمل للعام 2026. وقدم الوزير عثمان صالح عرضا تفصيليا حول التحديات ونقاط الضعف وخطة العمل للعام 2026، مشيرا إلى أن إريتريا تنخرط بعمل دبلوماسي نشط للمساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تطوير استراتيجية تعاون قائمة على حسن الجوار، منوها إلى أن إحدى مبادئ السياسة الخارجية لإريتريا هو السعي لضمان تعاون وشراكة ودية بين الدول المنطقة بما يحترم وحدة أراضي وسيادة الدول المجاورة. وأضاف أن حكومة إريتريا تبذل جهودا متواصلة في هذا الصدد، وأن هنالك خطط جارية لرفع مستوى شراكتنا مع مختلف الدول إلى أعلى المستويات. عقب ذلك قدمت كل أقسام الوزارة برنامجها للعام 2026 بالتفصيل، وتركز هذه البرامج عموما على الشؤون السياسية والدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف والاقتصادية والتنموية والأمنية والثقافية والتعليمية وحقوق الإنسان والشؤون الدولية ومعارضة العقوبات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوضع الجيوسياسي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل ودول الخليج من منظور أمننا القومي ومصالحنا الوطنية. وينقسم كل هدف إلى عدة رؤى وهيئة تنفيذية وإطار زمني. وتهدف وزارة الخارجية إلى إطلاق الخدمات الإلكترونية في البعثات بالحلول العام 2026 لتوفير خدمات قنصلية وعامة فاعلة وكفؤة للمواطنين المقيمين في الخارج. وإلى جانب هذه البرامج تخطط الوزارة لإنشاء أنظمة واضحة لتنمية الموارد البشرية خلال العام 2026 لبناء كفاءات مهنية متميزة. وكانت وزارة الخارجية قد أجرت في وقت سابق مراجعة لتقارير جميع الإدارات والبعثات في الخارج في ديسمبر العام 2025 لتقييم نقاط القوة والضعف ومناقشة خطة العمل للعام 2026. وفي الختام قدم الأعضاء ملاحظات جوهرية شكلت عاملا حافزا لتنفيذ المهام المخططة لوزارة الخارجية، وحثوا على توفير التسهيلات وفقا للأولويات. تم الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في 5 من مارس الجاري في إقليمي القاشبركة وعنسبة تحت شعار قيمنا درعنا. ففي إقليم القاشبركة شهد الاحتفال الذي أقيم في مديرية مغولو عرضا عسكريا وعروضا فنية. وأكد حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي أن هذا اليوم مناسبة لتقييم الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، وهي فرصة واعدة للأجيال القادمة. وفي كلمته خلال الاحتفال الذي يقيم على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن، تناولت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة أمنة حسن خصوصية 8 من مارس في إريتريا. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية. في غضون ذلك عقدت المدعية العامة لإقليم عنسبة الشابة حبنت الدسين ندوة بعنوان القانون والمرأة لطلاب كلية حمل المواد الزراعية يومي 4 و5 من مارس الجاري. كما عقدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في ساوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة أبراش أبتاي ندوة بعنوان قيم الشعب الإريتري بين الأمس واليوم لمنتسبات قوات الدفاع الإريترية.
احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في وزارة الزراعة بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار قيمنا درعنا. حضر الفعالية وزير الزراعة الرفاعين برهي ورئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات تصفى ميكائيل ورئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمدين وممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إريتريا وممثل عن بنك التنمية الإفريقي. وأكد الوزير الرفاعين برهي التزام عضوات وزارة الزراعة بمبادرة غذاء آمن ومغذي للجميع في كل مكان، وذكرهم بضرورة تعزيز مساهمتهم لضمان التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لخطة العمل. وقالت السيدة سنايت محاري رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المكتب المركزي للاتحاد أن مشاركة جميع الجهات المعنية ضرورية لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. بدورها أوضحت رئيسة الاتحاد في وزارة الزراعة السيدة هيران يوسف بأن يوم 8 من مارس من هذا العام يحتفى به في وقت تناضل فيه المرأة الإريترية لإثبات صمود الشعب الإريتري رغم كل التحديات. وقدمت عروض فنية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة. تم تذكير المجتمع في مديرية السنة بضرورة تعزيز الوعي للحد من انتشار الأمراض غير المعدية وخاصة داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وقال الممرض يوناس تكير رئيس قسم الأمراض غير المعدية في مستشفى السني أن معدل الإصابة بهذه الأمراض في ازدياد، حيث تلقى 2000 مريض المتابعة الطبية فيما تلقى 500 حالة جديدة للعلاج العام الماضي. وأكد أن السمنة وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الكحول وإدمان السجائر والتبغ وتناول الأطعمة المعلبة والاضطرابات النفسية من بين الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأمراض، وحثهم على الاستفادة من هذه الخدمة. وأضاف أنه سيتم توفير الخدمات الطبية والأدوية مجانا، وحث المواطنين عموما ومن تجاوز 40 عاما خصوصا على إجراء فحوصات دورية لصحتهم. ونصح الممرض يوناس تكي المواطنين المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بتناول أدويتهم بانتظام ومراقبة صحتهم دوريا وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن. وأكد المرضى من جانبهم أنهم يتمتعون بصحة جيدة بفضل النصائح والأدوية التي قدمت لهم من المختصين في المستشفى. أكد فرع وزارة التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقده في مدينة عصب في 2 و3 من مارس الجاري على ضرورة العمل المشترك لتحسين جودة التعليم. وحضر الاجتماع الذي ناقش خطة العمل للعام 2026 مسؤولون من مختلف المؤسسات الحكومية وجبهة مدراء المديريات بالإضافة إلى مدراء المدارس ولجان أولياء الأمور. وأكد مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ فساية كيداني أن هنالك 158 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وأن تغطية الخدمات التعليمية في إدارات الضواحي بالإقليم تجاوزت 87%، مؤكدا بذل جهودهم لإيصال التعليم للمناطق المتبقية. وأضاف الأستاذ فساية أن التعليم له مسؤولية ليست مسؤولية جهة واحدة، وأن تنسيق جهود جميع الجهات المعنية ضروري في الحملات التي تجرى لزيادة مشاركة المرأة في التعليم الثانوي والمتوسط. وفي الاجتماع الذي قدم مسؤولو التعليم في المديريات والفروع تقاريرهم حول الفرص والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في الإقليم. وأوصى المشاركون في الاجتماع للعمل على تدريب المعلمين وإيجاد حلول لنقص الكتب. ودعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهي إلى تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم. دعا فرع وزارة الزراعة في إقليم قاشباركا المزارعين إلى زراعة البطاطا الحلوة المختارة على نطاق واسع. وحث الخبراء الزراعيون المزارعين على زراعة بذور البطاطا المختارة التي تلائم بيئتهم، وذلك تحقيقا لهدف وزارة الزراعة المتمثل في ضمان توفير الغذاء المغذي للأسر. وقال رئيس وحدة التنمية الخضروات والفواكه السيد زيناوي تسبة برهان أن البطاطا ليست شائعة في معظم أنحاء الإقليم، مستشهدا بالتجارب الناجحة في ملقي وبوني وتسني.
وحث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية بارونتو السيد موسى بات المزارعين على زراعة البطاطا في موسمها المناسب، إذ تعد هذه المناطق من المناطق التي تشهد تجارب ناجحة لزراعتها. وأكد خبراء تطوير الخضروات والفواكه والعناية بالمحاصيل إمكانية حصاد البطاطا إذا زرعت بعناية فائقة مع دراسة الموسم واتباع نصائح وإرشادات المختصين. من جانبهم حث المزارعون الحكومة على الاستفادة من مخرجات اللقاء الذي جرى في 3 مارس في تبادل الخبرات بين المزارعين والمهنيين الزراعيين وما ينبغي عليهم اتباعه في زراعة البطاطا. عقدت شرطة المرور في الإقليم الأوسط سلسلة محاضرات للطلاب حثت فيها الطلاب على الالتزام بقواعد المرور في تنقلاتهم اليومية. وشرح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هابتيغورو في المحاضرات التي جرت خلال الفترة من 25 من فبراير المنصرم إلى 5 من مارس الجاري لطلاب مدارس دنبسنبل، أنبهرات، لندن والشهداء، باركا والبحر الأحمر، شرح أسباب وعواقب مخالفات المرور مركزا على إهمال الطلاب ومخالفتهم للقانون أثناء استخدامهم الطريق، مما يتطلب زيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور. وأكد الرائد هابتي أنه في العام 2025 لقى 30 شخصا مصروعهم وأصيب 660 آخرون وتضررت ممتلكات بقيمة تزيد عن 16 مليون نقطة في 2592 حادثا مروريا في الإقليم. وأوضح أن المخالفات المرورية التي يرتكبها مستخدمو الدراجات والقيادة ليلا دون إنارة وركوب الدراجات برفقة شخصين أو أكثر والتحدث ولعب الكرة في منتصف الطريق والاستخدام غير الصحيح لممرات المشاة وإشارات المرور. من جانبهم حث مدراء المدارس الطلاب على فهم المحاضرات وتعزيز تعاونهم لتحقيق أهداف شرطة المرور. بدورهم أكد الطلاب أن المحاضرات ستساعدهم على التنقل بأمان مطالبين بضرورة استمراريتها. أفاد الزوار ومهتمون بالسياحة أن الينابيع الطبيعية والمياه الحارة في ضاحية إيرافايل بمديرية فورو تمثل موردا طبيعيا مهما يمكن يساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المحلية إلى جانب دورها في العلاج التقليدي. ودعا الزوار إلى ضرورة الاهتمام بالموقع وتطويره بطريقة مناسبة من خلال تحسين الخدمات والبنى التحتية وتنظيمه بشكل أفضل، مؤكدين أن استمراره بصورة صحيحة سيساعد على جذب المزيد من الزوار وخلق فرص اقتصادية لسكان المنطقة، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الموقع خلال مواسم معينة من السنة. وأضاف أن الموقع يحتاج إلى تطوير مرافق الإقامة للزوار وتحسين نظافة البيئة المحيطة، إضافة إلى حل مشكلة المواصلات للوصول إليه بسهولة. من جانبها أوضح عضو من المجلس الشعبي بإقليم شمال البحر الأحمر السيد صالح إبراهيم أن ينابيع رافيل الطبيعية تتميز بخصائص فريدة وأن شروطها تتزايد تدريجيا، مشيرا إلى أن عدد الزوار يتزايد باستمرار، خصوصا في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس حيث يقصدها المواطنون بأعداد كبيرة. وفي ختام حديثه ذكر أن هذا الموقع يوفر فرص عمل لسكان إدارة ضاحية إيرافايل، داعيا الجهات المعنية إلى المزيد من الاهتمام للجوانب الإدارية والتنظيمية لتحقيق نتائج أفضل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. في اليوم السابع من الحرب على إيران واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على طهران وسط الشرارات المتضاربة من تل أبيب بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد الحرب الطويلة الأمد. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في طهران بعد الإعلان الإسرائيلي قائلا أن مناطق في شرق طهران ووسطها تعرضت لغارات جوية. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت حاملة مسيرات إيرانية كبيرة، مؤكدة أنها مشتعلة في البحر الآن. في الأثناء دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، محذرا من أنهم لن يواجهوا سوى القتل إذا استمروا في القتال. وبالتوازي واصل الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية المكثفة على مناطق داخل إسرائيل بالتزامن مع هجمات صاروخية من حزب الله وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي تطور جديد لتداعيات الهجوم بطائرات مسيرة على إقليم نخودوان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان، توعدت باكو باتخاذ إجراءات انتقامية عسكرية ضد إيران، وأعلنت إغلاق مجالها الجوي ومعابرها الحدودية تزامنا مع رفضها النفي الإيراني ومطالبتها طهران باعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد توقف إمداداتها الغاز إلى أوروبا فورا في ظل قفزة أسعار الطاقة التي فجرتها أزمة إيران، وربط هذا الاحتمال بسعي الاتحاد الأوروبي إلى حظر مشتريات الغاز الروسي بما في ذلك الغاز المسال. وقفزت أسعار النفط والغاز عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، واستهدافات إيران في المنطقة، مما أدى إلى شلل الشحن عبر مضيق هرمز وتوقف تصدير الغاز من الخليج وتعطيل منشآت نفطية. وقال بوتين أن أسعار النفط ترتفع بسبب العدوان على إيران وفق قوله، وبسبب القيود الغربية على النفط الروسي، بينما ترتفع أسعار الغاز في أوروبا لأن العملاء باتوا مستعدين لشراء كميات الغاز بأسعار أعلى بفعل الأحداث في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وردا على السؤال بشأن خطط أوروبية لفرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول أواخر العام 2027 وحظر القيود الجديدة قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال الروسي، قال بوتين إن من الممكن أن يكون من الأكثر فائدة لروسيا التوقف عن بيع الغاز الآن. أعلنت الصين عن خطتها الخماسية الجديدة بينما يجتمع المجلس التشريعي الاحتفالي الصيني، حيث يتم الكشف عن توجهات السياسة العامة والأهداف الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القادمة. ورغم أن المجلس الذي يضم نحو 3000 عضو يجري التصويت من الناحية الفنية، إلا أن النتيجة تكون شبه جماعية. كما يجتمع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة استشارية تتألف من نخبة المجتمع الصيني. وصارت نسخة من تقرير حكومي رسمي أن الصين حددت هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام عندما يتراوح ما بين 4.5 إلى 5%، مما يعني تقبلها لتواطؤ الوتيرة لما دون 5% التي حققتها العام الماضي. وأعلنت الصين عن خطتها الخماسية ال15، وكان هدف متوقع على نطاق واسع. تعهدت بتوجيه استثمارات نحو الابتكار والتكنولوجيا الفائقة والبحث العلمي، إلى جانب ما وصفته بأنه ارتفاع ملحوظ في نصيب استهلاك الأسر من الإجمالي الناتج الاقتصادي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام عملية تبادل أسرى جديدة مع الجانب الأوكراني، شمل 200 جندي روسي مقابل 200 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية. وأفادت الوزارة في بيان لها أن العسكريين الروس الذين كانوا محتجزين في الأسر قد عادوا الآن إلى الأراضي البيلاروسية، حيث سيخضعون للعلاج الطبي اللازم وإجراءات إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة. من جهته أعلن فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي أنه في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف تم تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا وفق وثيقة 500 مقابل 500. وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن أنه يتوقع تنفيذ تبادل الأسرى في المستقبل القريب عقب الجولة الجارية من المفاوضات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. عناوين النشرة مرة أخرى: وزارة الخارجية تناقش خطة عمل للعام 2026. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إقليمي القاشبركة وعنسبة. دعوة لمزارعي القاشبركة لزراعة البطاطا. قرارات عنيفة على طهران، وترامب يدعو الحرس الثوري للاستسلام. روسيا تلوح بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا فورا. الصين تكشف عن أولوياتها للسنوات ال5 المقبلة في مؤتمر وطني. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.